هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنطلع بقى دلوقتي الدور التاني. والدور التاني ده بيكون موجود فيه غسالات الأطباق، وكمان غسالات الملابس بأنواعها، والتلاجات، وكمان البوتاجازات. صورت لكم قبل كده في الدور الأرضي، كانت محضرة الطعام، وكمان العجانات. هبقى اسيب لكم اللينك في أول تعليق مثبت وابقوا شوفوه. هنسمي الله بقى وهنقول مواصفات أول غسالة معانا هتكون أندست. أندست دي برضو إيطالي من النوعيات الحلوة، لكن للأمانة معرفش قطع غيارها متوفرة ولا لأ. أندست دي 13 فرد. وأهم حاجة كمان تتأكدي من كفاءة الطاقة، موفرة أو غير موفرة. والغسالة سعرها 7299. دي شكل الشاشة بتاعتها. طبعا الشاشة بتكون يا إما مانوال أو تاتش أو ديجيتال. دي شكل كده الغسالة من جوه. برضو أندست زي ما قلتلكوا إيطالي، وكمان استانلس من بره ومن جوه. الغسالة من جوه عبارة عن رفين، ومعاها السلة بتاعت المعالق والشوك والسكاكين. كمان بتكون 3 رشاش، في 2 رشاش وفي 3 رشاش، وأعلى حاجة اللي بتكون 5 رشاش. الغسالة دي 3 رشاش، بيكون رشاش في أسفل الغسالة بالشكل ده، ورشاش في النص، ورشاش بيكون فوق خالص في سقف الغسالة. دي السلة بتاعت المعالق والشوك والسكاكين. بصوا اي غسالة بتفتحيها بتلاقي معاها السلة دي، اعرفي ان هي رفين 2 بس. لو السلة دي مش موجودة بتكون 3 ارفف. الرف الاولاني بيكون للمعالق والشوك والسكاكين، وكمان الرفين دول للحلل وللاطباق. بس كده. وطبعا بيكون موجود جواها خرطوم المية وخرطوم الصرف، وكمان قمع الملح، والكتالوج بقى بتاعها، وكل الأوراق اللي بتخص الغسالة. الغسالة التانية دي بوش، وسعرها 8999 جنيه، 12 فرد. ده شكل الغسالة من بره، هي ديجيتال زراير. ده شكل الغسالة، ودي شكل الشاشة بتاعتها. والغسالة من جوه بتكون بالشكل ده. طبعا برضو 2 رف و3 رشاش. بصوا اي غسالة 10 افراد، 12 فرد، 13 فرد، بتكون 3 رشاش بس. من 14 فرد و15 فرد بتكون 5 رشاش. ده شكل الغسالة، رفين، ومعاها برضو السلة بتاعت المعالق والشوك والسكاكين. ونفس النظام برضو معاها القمع بتاع الزيت وخرطوم المية، وكمان خرطوم الصرف، وقمع الملح والكتالوج، وكل ما يخص الغسالة من أوراق بتلاقيه موجود جواها. بس كده ده شكل الغسالة. وزي ما قلتلكوا الغسالة دي بوش 12 فرد. بوش برضو بتتساوى بأرسطون من الموديلات العالية قوي. ولما تشتري غسالة لازم تتأكدي زي ما قلتلك من كفاءة الطاقة، ان الموتور يكون انفلتر موفر. وكفاءة الطاقة بتكون A او B او C. طبعا لو موفرة بتكون A. الغسالة التالتة دي بيكو، وبيكو دي 14 فرد. سعرها 7249. بيكو 14 فرد، سعرها 7249 جنيه. وكلنا عارفين ان بيكو تركي. ده شكل الشاشة برضو من بره. دي منوال بتكون بقرة. طبعا البقرة بتحركيها بقى على حسب البرنامج وعلى حسب درجة الحرارة اللي بتختاري. ده المكان بتاع الزيت، وده المكان اللي بنحط فيه المسحوق إذا كان بودر أو أقراص. وده شكل الغسالة برضو من جوه. الغسالة دي برضو 3 رشاش و2 رف، وكمان معاها السلة بتاعت المعالق والسكاكين والشوك، والسندات دي اللي بنعلق برضو عليها الكاسات. ده برضو شكل الغسالة من جوه، وده الكتالوج وخرطوم المية وخرطوم الصرف وقمع الملح. عايزة اقول لكم حاجة مهمة قوي برضو عن مقاسات غسالات الاطباق. اي غسالة بتبدأ من 10 افراد و12 فرد بيكون مقاسها 45 سنتي عرض في 85 سنتي طول. اما الغسالة اللي بتبدأ من 13 و14 و15 فرد فبتكون عرض 60 سنتي في طول 85 سنتي. الطول بيكون موحد، لكن الاختلاف بيكون في العرض. يعني الغسالة 10 أفراد و12 فرد بتكون 45 سنتي في 85 سنتي طول، و13 و14 و15 فرد بتكون 60 سنتي في 85 سنتي طول. تمام. آه دي بقى الغسالة اللي بعد كده هتكون هي. بصوا الموديل بتاعها اسمه AXI. AXI زي ما انتوا شايفينها اهي.
وسعرها 7899. 7899. وكمان دي 14 فرد، 3 رشاش، 2 رف، والسلة بتاعت المعالق والشوك والسكاكين، ودي السندات او العلاقات اللي بنحط عليها الكاسات، بتبقى بالشكل ده. رشاش بيكون تحت خالص في اسفل الغسالة، ورشاش في النص، وكمان رشاش في سقف الغسالة. بصراحة مش عارفة الصناعة بتاعتها ايه، كمان الاسم بتاعها غريب شوية مش متداول. دي السلة بتاعت المعالق والشوك، وده شكل الغسالة من جوه. طبعا المكان ده اللي بيكون فيه الفلتر بتاع الغسالة، والمكان المقفول اللي جوه ده المكان اللي بنحط فيه الملح. وده شكل الشاشة بتاعتها. الشاشة بتاعتها تاتش، شكلها حلو، لكن بصراحة معرفش المنشأ بتاعها ايه. الغسالة بقى دي ارستون، وطبعا ارستون دي من اجود انواع غسالات الاطباق. دي ارستون 13 فرد، دي ايطالي، ايطاليانة ها، طبعا الشعر بتاع ايطاليا، وسعرها 8099 جنيه. ارستون 13 فرد سعرها 8099 جنيه. الشاشة بتاعتها زي ما انتوا شايفينها كده، تمام. وكمان ده شكل الغسالة من جوه، مكان الزيت، وده المكان اللي بنحط فيه المسحوق، بودر او اقراص. وطبعا ارستون استانلس من بره ومن جوه. احلى حاجه في ارستون استانلس من بره ومن جوه، وده اللي مخليني دايخه على ارستون بقالي اكتر من 6 شهور مش لاقياها. طبعا دي 13 فرد متوفره، انا كنت محتاجه ال 14 فرد، والحمد لله ان انا لقيتها بعد عذاب. بصوا كنت بلف في كل الفروع بتاعه بيتك، علشان خاطر كلنا عارفين ان بيتك هو اللي معاه توكيل ارستون. فلما تجيبي حاجة زي كده هاتيها من المكان اللي بيكون واخد التوكيل بتاعها، بتكون اضمن وبتكون احسن بكتير. حتى لو اغلى شوية مش مشكلة، لكن بتكون مضمونة. وتأكدي كمان من خدمة ما بعد البيع، حاجة مهمة قوي خدمة ما بعد البيع. وتتأكدي كمان ان قطع غيارها بتكون متوفرة. الارستون 13 فرد 3 رشاش بس، وبتكون 2 رف، ومقاسها برضو 60 في 85. الشاشة بتاعتها ديجيتال. الغسالة بقى دي بيكو 10 فرد. بيكو 10 فرد، الصناعة بتاعتها تركي، منوال، ببكرة، تمام. وسعرها 6119. 6119. وده شكل الغسالة من جوه اهو. شايفين كمان حتى العرض بتاعها واضح خالص انه 45 سنتي. ده مكان الزيت ومكان المسحوق. والغسالة 2 رف بس، و2 رشاش مش 3. تقريبا 2، مش عارفة بصراحة هو 2 او 3، لكن في رشاش تحت اهو، ورشاش في النص، ودايما بيكون في رشاش في سقف الغسالة. دي كل الحاجات اللي بتخص الغسالة. وده شكل الرشاش اللي بيكون في النص، بس طبعا ضيقة قوي يعني مش بتاخد حاجة متهيألي، او ممكن تكون يعني على قد نفرين 2 بس مش اكتر من كده. لكن لو هتجيبي يستحسن ان انت تجيبي 14 او 15 فرد. 14 فرد بتكون مناسبة قوي، لان 14 و15 بيكونوا تقريبا قد بعض، قد بعض في الحجم. بس كده. وتعالوا بقى معايا بسرعة بسرعة اوريكم بقى الغسالة بتاعتي. دي غسالتي بقى. جيت طبعا لقيتها قطعة واحدة بس اللي موجودة في في المعرض كله. ودي اخر اصدار نزل في غسالات ارستون، اخر اصدار. طبعا كان الاصدار اللي قبل كده كان سي 23 واو 23، لكن الغسالة بتاعتي خلوها مفاجأة بقى. اقول لكم على كل حاجة عن الغسالة في الفيديو اللي جاي بأمر الله. وكمان صورت لكم مع الفني اللي ركب الغسالة وشرح لي الغسالة بالتفصيل. كل ده هسيبه لكم موجود في الفيديو اللي جاي بأمر الله. شايفين حتى هي بالتغليف بتاعها ما اتفتحتش، لسه جايه. كانت يعني يوم ما جيت اسال، انا بقالي فتره طويله قوي كل ما اعدي على اي فرع من فروع بيتك في تسوق او في دمنهور او في اي مكان بنطلع نسال الاول. ففي يوم بقى كنا معديين من على الفرع ده،
فطلعنا نسأل كده بالصدفة لقينا هي القطعة دي بس، وكانت لسه واصلة. طبعا حجزناها بمبلغ، ورحنا تاني يوم بقى كملنا فلوسها وجبناها. طبعا بيسألوك الأول انت عايزاها شحن، يعني يبعتوها لك لحد المكان اللي انت فيه، ولا انت اللي بتاخديها. طبعا الحمد لله اللهم لك الحمد، عندنا عربيتنا هيونداي باتريكس، والشنطة بتاعتها لو رفعتي الكرسي اللي ورا ده طبعا بتديكي مساحة كبيرة أوي تحط فيها غسالتين 3 كمان. فالحمد لله حطيناها في العربية بتاعتنا، ما كلفتناش فلوس شحن. كمان عندي اسانسير في المكان اللي انا فيه، طلعناها في الاسانسير. لكن لو هتاخديها شحن، الشحن داخل محافظات مصر كلها متوفر، بس طبعا على حساب العميل. ولو هتروح لك حد هيطلعها لك، فيا دوب ما كلفتناش حاجة غير تمنها بس. خلوا تمنها بقى. والتصوير مع الفني الشخص المحترم جدا اللي سجلت معاه طبعا عندي في البيت، والراجل بصراحة ما امتنحش. مفاجأة بقى الفيديو اللي جاي عشان الفيديو مبقاش طويل عليكم. عايزة اقول لكم ان ده فرع بيتك اللي في تسوق تبع محافظة كفر الشيخ. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، والفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو، وكمان اشتراك في القناة. فعلوا جرس الاشعارات واختاروا كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا اشعار بيه. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.